ايه اللي هيحصل لو حياتك بقت تحت سيطرة كاملة لمشاعرك، ولو غضبك خلاك تخسر ناس، او خوفك منعك من فرص؟ طيب هو ايه الحل؟ كتاب الانضباط العاطفي جاي يعلمك حاجة اساسية، ازاي تبقى سيد لمشاعرك مش عبد. في الفيديو بتاع النهارده هفهمك ازاي تتحكم في العواطف بشكل صحي، وتلاقي القوة الداخلية اللي تخليك ناجح ومتزن في حياتك. فلو انت عايز فعلا انك تبدأ تتغير، خليك معايا للنهاية، علشان كل نقطة هنقولها ممكن تكون البداية الحقيقية لحياتك الجديدة. رقم واحد، هو يعني ايه الانضباط العاطفي؟ الكتاب بيبدأ بفكرة ان العواطف جزء طبيعي واساسي في حياتنا كبشر، وان مشاعرنا مش العدو، بالعكس هي اللي بتدينا معنى لحياتنا. لكن المشكله الحقيقيه بتحصل لما العواطف ديت تخرج عن السيطره وتبدا تدير حياتنا وتبقى هي المتحكمه فينا. هنا بيجي دور الانضباط العاطفي. والانضباط العاطفي معناه انك تكون شخص واعي بالمشاعر اللي انت بتحس بيها، وتعرف ازاي تتعامل معاها بشكل سليم بدل ما هي اللي تتحكم فيك. وخليني اقول لك مثال بسيط. تخيل انك شغال في شغلك وكل شويه تسمع حد بينتقدك بشكل سلبي. لو انت عاطفتك مش تحت السيطره ممكن تغضب وتتصرف بطريقه تندم عليها بعدين. لكن لو كان عندك انضباط عاطفي هتعرف تتعامل بهدوء وتستوعب النقد سواء كان النقد نقد منطقي او نقد غير منطقي، هتعرف تتعامل معاه بطريقه سليمه. رقم 2، كلنا تحت تاثير مشاعرنا بس مع شويه فروق. الكتاب بيقول ان في ناس بتسيب مشاعرها تسحبها في الدايره الغلط. يعني ايه؟ خليني اقول لك. لما تلاقي نفسك بتحزن بسبب حاجه حصلت، وفي نفس الوقت الحزن ممكن يخليك ما تعرفش تتحرك او تعمل اي حاجه، تحس انك مقيد، تبدا تتصرف تصرفات ما كنتش متعود انك تعملها في العادي. لكن بسبب مشاعر الحزن ومشاعر الاكتئاب اللي انت دخلت فيها تبدا تعمل حاجات انت مش مستوعبها. او ممكن حد يغضب لدرجه ان هو ينسى كل حاجه ويبدا ياخد قرارات غلط. الحل هنا هو انك تعرف مصدر مشاعرك وتبدا تتحكم فيها تدريجيا. ودي حاجه مش بتيجي في يوم وليله، ده عمليه تدريبيه لازم تاخد لها وقت وتتعلم فيها. حاجه مهمه جدا هي انك تفصل المشاعر عن الافعال. رقم 3، افكار الكتاب لتقويه الانضباط العاطفي. الكتاب بيقدم شويه افكار عشان تقدر تقوي عضله الانضباط العاطفي عندك، زي مثلا الفكره الاولى وهي التعرف على مشاعرك. للاسف مش كل الناس عندها القدره ان هي تفهم هي حاسه بايه. فالكتاب بيشدد ان اول خطوه عشان تقدر تسيطر على مشاعرك هي انك تتعلم تسميها. انا متوتر علشان خايف من الفشل، انا غضبان علشان حاسس ان اتظلمت. فبمجرد ما تسمي مشاعرك بتبدا تاخد اول خطوه تجاه ادارتها. فخلي عندك شويه هدوء واسال نفسك انا دلوقتي حاسس بايه وليه. الفكره الثانيه وهي مسافه الامان. فكره خطيره جدا في الكتاب ديت هي مسافه الامان بين الشعور ورد الفعل. يعني لما تحس باي مشاعر قويه زي الحزن او الغضب ما تتسرعش في رد فعلك، خليك زي اللي بياخد وقت مستقطع. خد نفسك كده او امشي شويه او حتى عدل 10. الخطوه البسيطه ديت ممكن تحميك من قرارات متهوره. الفكره الثالثه قوه التفكير الايجابي الواقعي. مش بيقول لك خلي عندك وهم السعاده، لكن بدل ما تبص لاي موقف من زاويه سوداء حاول انك تسال نفسك ايه احسن حاجه اقدر اطلع بيها من الموقف ده؟ هو انا ممكن اتعلم ايه من المشاعر اللي انا بحس بيها؟ الفكره هنا هي انك تخرج من دايره المشاعر السلبيه وتبدا تفكر بطريقه عمليه شويه. الفكره الرابعه وهي التمرين المستمر على التحكم. زي ما كنا بنقول ان في عضله اسمها عضله الانضباط العاطفي، محتاج ان هي تتمرن وتشتغل عليها علشان تكون قويه. فالانضباط العاطفي مش مجرد نظريه لكنها عاده يوميه. فالكتاب بيطلب منك انك تعود نفسك كل يوم على انك تقف مع مشاعرك، او انك تكتب في دفتر اليوميات بتاعتك ايه اللي انت حسيت بيه النهارده، وهل انت اتعاملت معاه بشكل صحيح ولا لا. او انك تعمل تمرينات اللي هي التامل والتنفس العميق اللي بيدي لعقلك راحه وصفاء. صدقني مش كلام وهبد وحاجات كده فاضيه، صدقني مهمه جدا، جربها بنفسك. موضوع التنفس العميق ده يعني حاجه بصراحه كده وهم هو انك تاخد نفس عميق من انفك وتطلع ببطء من بقك. جرب لمده 5 دقائق هيفرق معاك جدا. خلاصه الكتاب يا صاحبي، الانضباط العاطفي بيتطلب وعي كامل بنقاط ضعفنا وقوتنا. فما فيش حاجه اسمها شخص ما بيغضبش وما يتضايقش، لكن في شخص بيعرف يوصل لنقطه الاتزان اللي تخليه دايما في امان. فكل الكلام اللي انا قلته النهارده هو مجرد بدايه، لان الانضباط العاطفي مش مهاره انت بتتعلمها مره وخلاص، ديت رحله مستمره. لو بدات النهارده انك تحط خطتك عشان تتحكم في مشاعرك هتلاحظ فرق ضخم في حياتك بعد شويه. وانا كده خلصت الفيديو. ما تنساش بقى انك تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك اللي ممكن يكونوا محتاجين ان هم يسمعوا الكلام ده. واستناني في الفيديو الجاي مع كتاب جديد ممكن يكون هو المفتاح اللي يغير حياتك. وما تنساش برضو انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا اللي بننزلها اول باول على القناه. ولو محتاج ان حد يسمعك او
يتواصل معاك او يشاركك بمشاعرك هتلاقيني سايب لك كل لينكات التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو. مش عايزك تتردد في اي وقت انك تدخل وتبعت لنا وتكلمنا، هتلاقيني برد عليك على طول. كمان لو حابب انك تسمع ملخص لكتاب معين سيبهولنا في التعليقات وانا هجيب الكتاب واقراه وهقدم لك التلخيص عنه، وهكون بوفر عنك الوقت والجهد والمال اللي انت هتقضيه في الكتاب. فانا هنا عشان اساعدك واقول لك الكتب ديت بتتكلم عن ايه. ما تنساش بقى انك تساعدنا وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. سلام.